بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. بحبكم في الله. هنعمل النهارده نواعم العيد، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل الكعك بطريقه حلوه جدا، احسن من المحلات والمصانع، بطريقه بسيطه جدا على البارد. احلى طريقه وافضل طريقه للكعك، هتاكليه كده طعمه حلو بما ان احنا داخلين على الحر، واللي بيعملوه على السخن دوت بيحرق على القلب، هو بيبقى حلو، بيبقى جميل جدا لو هيقعد فترة. لو انت هتعملي كمية بسيطة اعمليها على البارد، طعمها بيبقى في حتة تانية. زي ما انتوا شايفين كده، معايا 2 كيلو دقيق نزلت عليهم بمعلقة بيكنج باودر صغيرة مش كبيرة، ونزلت عليهم برشة ملح وريحة كحك، وهقلبهم حلو قوي وهشيلهم في جنب. معايا كوباية الا ربع من الحليب دافية بدمع العين كده زي رضعة البيبي. هنزل عليها بمعلقة ونص من السكر ومعلقة خميرة صغيرة، ممكن تستغني عنها. ومعايا كيلو ومية جرام من السمنة، سمنة تكون نوعها حلوة قوي. هنزل عليها بمعلقتين سكر. يا ريت تتابعوني في الخطوات لان الطريقة دي بجد جميلة جدا وهتعجبكم. طريقة الكحك على البارد بالطريقة دي تحفة بجد. هنزل معلقتين سكر على السمنة بتاعتي، وهنزل بريح الموز وريح السمنة البلدي، بيدوني طعم حلو قوي قوي في الكعك بتاعي في نواعم العيد. زي ما انتوا شايفين كده، هضرب السمنة زي ما انتوا شايفين كده، هضربها ضرب مبرح ان هي القوام بتاعها يتغير معايا ويفتح وتديني قوام كريمي. دي هتنقلي الكعكاية بتاعتي في حتة تانية. زي ما انتوا شايفين هتخليها ناعمة وهشة معايا وبتدي طعم حلو قوي. الطريقة ديت ان انا اضرب السمنة حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى حلوة قوي. هنقلب. هننزل بالسمنة بتاعتنا على الدقيق بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلب حلو قوي، مش بالمضرب بايدينا، هنبس كده كأننا بنبس الكحك. زي ما انتوا شايفين كده هتديني اول ما هبسها كده ببعضها هتحس ان ايه، ان هي معجنة معاكي. هتفضلي تبسي فيها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة متواصلين لغاية اما تبقى معاكي الدقيق والسمنة والمكونات اللي احنا ضفناها على بعضها تبقى شبه الكريمة. بجد بتبقى تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده، ومش هتقبل منك سوائل كتير. اهم حاجة في المرحلة ديت وفي النقطة ديت ان انا ابس الكعك بتاعي حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين هو دلوقتي عامل زي المعجن. كل ما هبس فيه وهدعك فيه ما بين كلوة ايديا، اهم حاجة تركزوا على النقطة ديت، ما بين كلوة ايديا كده وهدعك فيه الدقيق والسمنة حلوة قوي لغاية اما تديني قوام كريمي هتشوفوه دلوقتي معانا زي ما انتوا شايفين كده. دي اهم نقطة في الكعك بتاعنا، هتديكي نتيجة هايلة جدا 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 مع ضرب السمنة. هتديكي هشاشة ونعومة وطعم حلو قوي، احسن من الجاهز مليون مرة. وكفاية ان انتي بتعمليه ببيتك بطريقة حلوة قوي ونضيفة، وبتستنضفي حاجة انتي بتاكليها بايدك، عاملاها بايدك. زي ما انتوا شايفين كده هفضل ادعك فيه لغاية اما القوام بتاعه يبقى كريمي. شايفين بدأ يبقى معايا كريمي اهو، بس لسه شوية. هفضل ادعك فيه لغاية اما القوام بتاعه احس ان هو عامل زي الكريمة. شايفين ما شاء الله، شايفين عاملة ازاي. انا قلعت الجلافز علشان هي بتعمل في الجلافز بتلزق جامد. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. هنزل بقى بكوباية الحليب وعليها معلقة الخميرة، هتكون خمرت معايا. زي ما انتوا شايفين كده مش هنعجن في المرحلة ديت بصوابعي، وهلم اللبن مع الدقيق والسمنة زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما تتكون معايا عجينة. ما تعجنوش لان العجين هتفعلي مادة الجلوتين فيه وهيديكي عجينة قرص مش نواعم عيد. زي ما انتوا شايفين كده، ومش هحط الكوباية كلها، هفضل احط معلقتين بمعلقتين لغاية اما احس ان خلاص العجينة بتاعتي مش عايزة سوائل تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا هفضل بايديا كده هبس فيها كأني بس ببسها، بس ببس السمنة فيها علشان تديني القوام العجينة حلو. لو عجنتها ما يا جماعة ما تعجنوش العجينة، العجينة بتتلم بصوابعكم علشان مادة الجلوتين ما تتفاعلش معاكم وتبقى قرص مش نواعم عيد.
يا ريت نركز في النقطة دي. زي ما انتوا شايفين كده انا ما بعجنش اهي، زي ما انتوا شايفين العجينة معايا بقت ما شاء الله جميلة وتحفة. شايفين؟ هنجرب مع بعض واحدة. شايفين؟ لا شققت ولا فلقت ولا اي حاجة، ما شاء الله جميلة جدا. هسيبها 10 دقايق على ما اجهز الصجان بتاعتي والحاجة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده هسيب العجينة بتاعتي ترتاح. معايا ملبن، ممكن تعملي بعجمية، ممكن تعملي بتمر، ممكن تعملي اي حشوة انت عايزة تحشيها. معايا ملبن هدعكه بمعلقة سمنة، وهنزل عليه بشوية سمسم، وعلى حسب الرغبة برضو زي ما انتوا شايفين كده. وهكوره كور صغيرة في الطبق بتاعي علشان ان انا اشتغل على طول ومعطلش. الطريقة ديت مش بتاخد منك وقت وجميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده هاخد حتة كده ادعكها بايدي حلوة قوي قبل ما احط فيها الملبن، والفها واكورها حلو. ادي طريقة زي ما انتوا شايفين كده. وبالبصامة لو عايزين تعملوا بالبصامة كله، لو عايزين تعملوا بالمنقاش زي ما هتشوفوا معايا. الطريقة دي سهلة والطريقة دي حلوة، زي ما تحبوا وزي ما تفضلوا. احنا بنديلكوا افكار وانتوا بتعملوا الافضل والاحسن. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شايفين المنقاش ماشي في العجينة زي الحلاوة. زي ما انتوا شايفين كده ربنا يحسن ما بين ايديكوا وتعملوا الافضل والاحسن. هنعمل برضو مع بعض كده بالمنقاش زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله العجينة معايا زي الحلاوة. الطريقة دي حلوة قوي، هتمشوا على الخطوات خطوة خطوة هتطلعوا بنتيجة هايلة بجد. شوية كعك بجد روعة، احسن من اللي بيشتروا من بره مليون مرة، واحسن من على الطريقة السخنة. بما ان الجو حر وهيبقى تقيل كده وهيعمل حموة على القلب. شايفين ما شاء الله عملته وطلع معايا الكمية اللي انتوا شايفينها ديت ما شاء الله جميلة جدا. من 2 كيلو طلع لي حوالي 4 كيلو من الكعك او يمكن ازيد كمان. سويته في الفرن، انا بسوي في فرن بلدي، ممكن تسويه في فرن البوتاجاز على 180 درجة، هيقعد له حوالي تلت ساعة. شايفين ما شاء الله هشة وجميلة جدا وخفيفة وناعمة جدا. زي ما انتوا شايفين كده الملبن فيها حلو قوي كريمي مش معضم. الكعكة معايا ناعمة جدا ودايبة جدا، وطالعة لونها حلو قوي قوي من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. وبألف هنا مع السكر البودرة بتاعنا. وعيد سعيد علينا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.